هاي جايز، يا رب النهارده يكون يوم مليان امل وفرحه وسعاده، والاهم من ده كله ضحكه حلوه طالعه من القلب. النهارده الفيديو زي ما قراتوا في العنوان هو عن قصه رجم سوريا. القصه دي اكيد انتوا لاحظتوا او شفتوا حاجه عنها، لانه الفتره اللي فاتت انتشرت، وانا حاسه ان الانترو بتاعتي مش لايقه قوي للقصه اللي انا هحكيها، علشان القصه هي حزينه، واللي اوحش من ده كله هي ان القصه حصلت لشخص حقيقي، شخص اتوفى وهو مبقاش دلوقتي موجود في العالم بتاعنا. فالنهارده هحكي لكم القصه بتفاصيلها، نعرف هي جت منين وايه الحكايه وايه الاصل وايه ده كله. بس قبل ما نبدا بالفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تكتبوا لي تحت كومنت لطيف، وتابعوني على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام تيك توك، وهتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن. بس يلا نبدا بالفيديو. سوريا هي ام وزوجه عندها 33 سنه وام الاربع اولاد، واتحكم عليها سنه 1986 بالرجم بتهمه الزنا. بس هل ده حقيقي؟ هل هي فعلا زنت ولا ايه القصه؟ وهقول لكم الموضوع ده بعد ما انا عملت سيرش عميق قوي عشان افهم بالظبط، لان الواحد مش لازم يحكم على الموضوع ده الا لو هو فاهم ومدرك بالظبط ويجيب معلومته من كذا مصدر. بداية الفيلم بتاع رجم سوريا هنلاقي ان في واحدة جنب النهر بتلم عظم، واحنا بالظبط منبقاش فاهمين هو ايه العظم ده، بس هو بيبان ان هو عظم بشري. بتلاقوها بتلمه وكمان بتنفضه كده وبتروح بتدفنه. فاللي بيشوفها ساعتها صحفي فرنسي اتعطلت عربيته بالصدفه الشديده جنب القريه دي، مبيبقاش عارف بالظبط المفروض يعمل ايه، فعايز يطلعها. فبيقابل زهرة. جريت عليه ورحت قايت له ان انت لازم تسمع قصتي، وان قصتي لازم توصل للعالم كله، وواحد اتنين تلاته. فضلت تحاول تشده وتحكي له، ولكن اتلم عليها اللي هم شيخ القريه دي، واتلم عليها كذا بني ادم وقالوا له سيبك منها، دي ست عقلها يعني مش كامل، او يعني عندها حاله نفسيه او كده، فكلامها لا يؤخذ به. ساعتها هو سابها وراح قعد على القهوه لحد ما يصلحوا عربيته. المهم بيلاقي فجاه في ورقه اترمت ليه، فبيفتح الورقه بيشوفها بيلاقي ان هي خريطه يدويه، يعني معموله بخط الايد، فيها كده طريقه ان هو يروح يعني لمكان ما. فلما بيمشي على الخريطه بيلاقي ان هو راح لبيت الست اللي كانت بتحاول تكلمه وتقول له قصتها الاول. فاول ما بيروح بيقول لها ها عايزه مني ايه، فبيلاقيها بتطلع سيجاره، وده كان بيبقى موقف غريب شويه انه يعني بتشرب سجاير وكده. فبيلاقيها بتطلع سيجاره وبتقول له ان انت لازم تحكي، ان انت لازم تسمعني، ولازم تسجل لي بصوتي اللي انا هقوله، علشان كده كده اصلا صوت النساء في البلد دي ملهوش اي قيمه، عشان كده انت لازم تسمعه، ولازم قصتي دي توصل للعالم كله وتوصل لناس كتير جدا عشان يعرفوا ان في حق واحده اتاخد غدر، او في واحده ماتت غدر. وبالفعل بيبدا يجيب المسجل بتاعه ويبدا يحكي. المهم احنا بنيجي للفيلم وبنعرف ان سوريا اللي هي بطلة القصة بتاعتنا جوزها عايز يتجوز عليها، ولكن هي رفض تام. يقنعها بيروح لشيخ القرية. المهم زوج سوريا اللي هو اسمه علي بيروح لشيخ القرية علشان يقوله انه ان انت المفروض تقنع مراتي ان انا اتجوز عليها. فهو راح رفض وقال لا انا مش هقنعه بحاجة زي دي، ولكن احنا بنكتشف ان علي شغال في السجن. انا مش عارفه هو شغال ايه في السجن بالظبط، بس هو شغال هناك. وقال له بس انت لو ما اقنعتهاش انا هقول لكل الناس اللي في القريه هنا ان انت كنت مسجون. بس ساعتها القريه ده بيروح لسوريا وبيقول لها ان انت لازم توافقي ان علي يتجوز عليكي، بس هي بتقوله لا ان هي مش موافقه وكده. فراح قال لها ان انت لو ما عملتيش كده علي هيطلقك، ولما يطلقك مش هيصرف على البنات وهياخد الولاد منك، فبالتالي انتي مش هتستفيدي اي حاجه. نعرف ان هي رافضه ان هو يتجوز عليها علشان هو هيتجوز واحده عندها 14 سنه، وهيتجوزها مش حبا فيها، هيتجوزها عشان باباها معاه فلوس كتير. فهو احنا عرفنا ان هو شغال في السجن، فاحنا بنعرف ان باباها في السجن، وقال ان هو لو خد حكم كويس، مش عارفه بقى هيعمل ده ازاي، بس لو خد حكم كويس وكده هيجوزوا بنته. بنعرف ان هو عمل زي اتفاق ما بينهم، بس سوريا كانت رافضه رفض تام. دي سوريا لما الشيخ بيحكي لها وبيقول لها انه لازم توافق، بيقول لها ان هو يعني هي بتقول له ان هي مش مهتمه وكده. فبيبان ان هو بيقول لها انه طب خلاص تعالي نتجوز انا وانتي وكده. فهي ساعتها بتطرده من البيت وبتقول له اطلع بره وكده، وبتطرده.
المهم كانت مين اللي بيسمع كل الموضوع ده؟ وهو زهرة اللي هي صاحبتها. فبتحكي لها انه البنت اللي عايز يتجوزها دي عندها 14 سنه، وان هو مش عايز يتجوزها حبا فيها، بان هو عايز يتجوزها علشان طبعا في فلوس باباها. فراحت قالت لها خلاص انت لازم كده تروحي، ان انت كده لازم تروحي لعمده القريه اللي هو اسمه ابراهيم، علشان يحكي له الحكايه، يمكن ينصفك عليه، لان هو دلوقتي لو طلقك هو لازم يدفع لك نفقه، بس هو لو ما دفعلكيش نفقه اذا كده انت لازم تاخدي حقك وكده منه. فراحت فعلا اللي هو العمدة بتاع القرية ده اللي هو اسمه ابراهيم، وبتحكي له كده، وبيظهر واحد اسمه هاشم، وهاشم بيقول لسوريا ان هو مراته عيانة وكده ومريضة مبتقومش من على السرير، فان هي تيجي تساعده في البيت، يعني تروق البيت او تعمل حاجات كده او تطبخ او كده طبعا، وكل ده يعني. فراحت زهرة صاحبتها بتقوله بس ده بمقابل مادي، فقال لها طبعا اكيد بمقابل مادي وكده، لان هناك الستات مش مشهورة يعني في ايران او كده، او يعني على حسب الفيلم طبعا، انه الستات مش بتشتغل يعني، او مش مشهور حتة ان الست ممكن تشتغل. المهم عقبال ما بيروحوا هناك بيلاقوا ان مرات هاشم اللي هي كانت سوريا راحت تساعدها اتوفت، ومن التقاليد والعادات هناك انه ما ينفعش الزوج يروح يودع مراته المتوفيه وكده، ولكن ساعتها سوريا هي اللي ساعدته وخلته يودع مراته. هو انبسط جدا من الموضوع وقال لها كمان شكرا وكده، وراح انه كمان برضو من يعني هي مش عادات، بس انا مش عارفه دي عادات ولا تقاليد ولا ايه، بس الستات بتوع القريه بيدخلوا بيت الست اللي توفت وبياخدوا كل حاجتها، لبسها، اي حاجه عندها بتاخدها. ولكن ساعتها سوريا رفضت ده ومنعت ان الستات يدخلوا وراحت طردتهم، وساعتها هاشم ده اللي هو زوج الست المتوفيه شكرها جدا، شكرا وان انت يا ريت تساعديني هنا في البيت، ان هو يعني تروق او مش عارفه ايه او تعمل هي اعمال المنزليه دي. المهم قالت له طبعا طالما بمقابل مادي تمام، لانه كده كده جوزها هيطلقها ومش هتعرف تاخد نفقه، فبالتالي في الحالتين يعني حياتها بايظه، فالاولى دلوقتي ان هي تشتغل وتصرف على بناتها، لان انا قلت لكم في اول الفيديو ان هو خد الولاد. المهم في اثناء شغلها معاه وكده، جوزها من بعيد لبعيد بيراقبها، اللي هو جوز سوريا، وبعديها بيروح فين؟ فالمهم بيروح لشيخ كده اسمه الشيخ حسن، وبيقول له ان هو شاكك في مراته، او شاكك في بيقول له ان هو شاكك في مراته ان هي بتخونه مع هاشم. فقال له بس انت عارف ان عقوبة الزنا هي الرجم، فهل انت بتسمح بالعقوبة دي لمراتك؟ ساعتها هنا علي، ومحدش هيرضى يشهد ليه، علشان اصلا سوريا مشهورة باخلاقها الحسنة، فمحدش هيصدق الموضوع ده. بس ساعتها علي بيقول ان هو هيقدر يجيب المهم اللي بيحصل ان علي بيقوله خلاص انا هجيب اللي هو الشاهد. فبيروح لهاشم وبيقوله انت لازم تقول، فيروح لهاشم بيقوله انت لازم ان انت تشهد زور عن الموضوع ده، وتقول ان سوريا كانت بتحاول تغويك وانه حصل كذا كذا كذا. فراح قال ان هو مش هيقدر يشهد زور، لان الست سوريا ساعدته حاجات كتير جدا، وان هي وان هو ما ينفعش يقول حاجه بالباطل عليها. فساعتها قال له احنا عارفين ان هو بيشتغل في السجن، بس قول له ان انت لما قلت كده هقول ان انت وهي كنتوا بتزنوا، وبالتالي انتوا الاثنين هيتم رجمكم، وبعد ما تموت ابنك هاخده في السجن وهيقعد يتعذب وهيتسجن. فساعتها هو بيخاف على ابنه، بيخاف على نفسه، فبيضطر يشهد زور. فقبل ما بيشهد زور، مين اللي بيشوف كل الحوارات دي؟ المحافظ والحاجات دي زهرة بتروح بتجري على سوريا وبتقول لها انا حاسه ان في مكيده بتحصل عليكي ومش تشتغلي تاني هناك او تسيبي الشغل. فهي قالت لا، انه بناتها كده هيجوعوا وهي ما ينفعش تسيب الشغل، وان هي مش مهتمه باي حاجه ممكن تحصل. المهم بنوصل لمشهد انه علي بيضرب مراته اللي هي سوريا بالقلم، ويقول لها ان انت ازاي تزني وان انت مش عارفه ايه وكده. فبعدها بيجيبوا الشاهد اللي هو هاشم، وبيقول هو ده اللي حصل، وان هي كانت بتحاول تغويه، وان هو 1 2 3 والحاجات دي. يجهزوا اللي هي العقوبه بتاعه الرجم، والمشهد بيبقى سيء يعني. عشان اصلا المشهد ده انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده، ان انا احكي القصه دي. والمشهد ممكن تلاقوه في اي حته، هتلاقوه على الفيسبوك، هتلاقوه على اليوتيوب، بس انا انصح ان محدش يتفرج عليه، لان المشهد مش احسن حاجه، بس انت لو فضولك يعني واخدك قوي فممكن تروح تتفرج عليه، ولكن هو مشهد سيء. ف يعني الاحسن ان انا متتفرجش عليه. انا لو كنت في الاول كنت اتفرجت عليه، بس انا عارفه لما الحاجه تيجي قدامك كده بتتفرج عليه ايا كان. المهم وبيعملوا له حفره كبيره قوي، يحطها في النص
بيأيدوها يعني وكده، وبيبدأوا يرموا عليها بيرجموها. اول مرة ما جاتش عليها، فساعتها في ست وقفت في النص كده وقالت يا جماعة دي ممكن تكون رسالة من ربنا ان الست دي مظلومة وان هي ما عملتش اي حاجة. ولكن ساعتها علي جوزها بيقول ازاي يعني، وبيمسك طوبة تاني يعني وبيرجمها وتبدأ تنزف، وبعديها كل القرية بتبدأ ترجم، حتى ولادها. المشهد السيء انه حتى ولادها بيساعدوا على الموضوع ده، وكمان كانوا بيرجموها معاهم. راح مشي وفضل يعيط وكده ومشي، والمشهد بيخلص بده، وان هو حتى بعد ما ماتت ما دفنوهاش، يعني بعد ما ماتت رموا اللي بقى منها على النهر. وطبعا زهرة كانت بتمسك كانت طبعا بتنظف، اللي هو بنروح لأول الفيلم انه بعد فترة طويلة بتاخد العظم ده وبتنظفه وبتدفنه. واللي بيحصل انه ساعتها بقى بتشوف الصحفي ده وهو بيحكي لها، فاثناء وهي بتحكي الحاجات دي وبيتم التسجيل، بيحصل في الفيلم انه العمدة والمحافظ وكل دول بيجوا وبيمنعوا الصحفي وبياخدوا منه التسجيلات. ولكن بيطلع ان التسجيلات اللي هم اخدوها مش هي اللي زهرة كانت بتتكلم فيها، وان زهرة كانت مخبيها، وراحت اديتها له وسابته يمشي. ومن هنا قصة سوريا ظهرت للعالم كلها، وعرفنا ان هي مظلومة، وان هي اتزنت، وان هي اترجمت ظلم واتعاقبت ظلم. نيجي هنا بقى للسؤال، ان الراجل اللي المفروض كان عالي يعني يتجوز بنته اعدم، فبالتالي ما حصلش ان هو قدر يتجوز البنت، فبالتالي ما قدرش يحصل ان يتجوز بنت، فبالتالي هي حتى ماتت ظلمة اللي هي سوريا، عشان في الاخر حتى الاتفاق ما تمش. نيجي هنا للسؤال، ليه ربنا عمل عقوبة زي دي للرجم، للزنا؟ اللي احنا نعرفه انه في حاجات كتير قوي في الدين الناس بتستغلها ان هم بيطبقوها، ولكن احنا بنبقى عارفين ان هي ليها شروط معينة، منهم عقوبة الزنا. انه من الشروط بتاعت عقوبة الزنا ان لازم 4 شهداء يبقوا في نفس المكان اللي حصل فيه الموضوع ده، ويقولوا يعني ويبقوا متشابهين في الكلام ويبقوا متشابهين في كل حاجة، يعني يقولوا ان ده حصل وميبقاش فيه حتى حد قال كلمة مختلفة. وبالتالي يبقى صعب جدا ان حد يتبلع عن حد على حد ويقول انه ده حصل، لان الحد ده ما بتعملش الا بشروط، ومنهم الشرط اللي انا حكيت عنه ده. فبالتالي اصلا صعب، ومن الصعب جدا انه 4 يقولوا نفس الكلام، لانه الموضوع اصلا متخيلين 4 يشوفوا الموضوع ويقولوا حصل كذا 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 ويقولوا نفس الكلام. فعشان كده مكتوب حتى لو قرأته انه من 7 المستحيلات، وقليل جدا ان الحد ده بيتعمل علشان صعب. فبالتالي هو ليه شروطه صعبة؟ علشان مش اي حد يجي يقول ده فلان عمل كذا فنبدأ نحكم عليه الحكم ده بس. وعايزة اقول في الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعمل عقوبة كده من لا شيء، وانه في شروط لكل حاجة، وان احنا ما نسمعش ونبدأ نحط اتهامات او نبدأ نحط رأينا في حاجة احنا لسه ما عرفناش الصورة الكاملة بتاعته. فاكتبوا لي تحت في الكومنت عن رأيكم في القصة عن رأيكم في القصة، وكده نبقى وصلنا الفيديو. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده، وكان بقى تابعوني على تيك توك علشان انا بدات انزل فيديوهات فيه كتير شويه وبس.